هقولك النهارده نصيحتين في نصيحه واحده، ازاي تستثمر وتصيف في نفس الوقت. لكل الناس اللي سالتني في الكومنتس عن ازاي نختار وحده في الساحل الشمالي نستثمر فيها ونأجرها، هنقسم كل حاجه واحده واحده. بس قبل اي اختيار او خطوه حدد الميزانيه واعمل سيرش كويس على الديفلوبرز والمشاريع المختلفه، وابتدي اعمل مقارنات من ناحيه الاسعار واللوكيشن، مصاريف الصيانه وخدمات ما بعد البيع، واعرف ايه نظام اعاده البيع وهياخدوا عموله ولا لا، وكمان ايه الاوبشنز اللي بيقدموها للمستاجرين، وخلي بالك لازم تكون كويسه، وده لانك بتستثمر وبتبقى عايز تأجر. علشان كده اقرا كل جزء في العقد كويس. خلاص كده تمام؟ لا، لازم محامي شاطر يقرا معاك العقد تاني، يبقى معاك في كل خطوه ويطلع على اوراق المشروع ويتاكد ان كلها تمام. اشتريت، لو الوحده جاهزه ومتشطبه ابدا على طول اشتري عفش وسوق ليها على مواقع التأجير او اديها لشركه تأجرها لك. ولو لسه مش متشطبه ابدا على طول في التشطيب عشان تبتدي تأجر، وشطب كويس قوي لان ده بيفرق في الطلب على استئجار وحدتك، وهيخليك تحط سعر كويس، وطبعا لازم يكون ماشي مع سعر الايجار في المنطقه. والف مبروك مقدما. قولي في الكومنتس لو في اي حاجه تاني عايز تعرفها عن الاستثمار العقاري في الساحل الشمالي.